لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل هنا نام بين الأنام، لنحيا جميعا في ظل الوئام، لنحيا جميعا في ظل الوئام. الله أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب. أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب، ونزرع الحق في كل رحاب لنحصد النور ونجلو الضباب، لنحصد النور ونجلو الضباب. الله أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لمعالم دينه الذي ليس به التباس، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. اللهم لك الحمد بما أنزلت إلينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه تنزه عن الصاحبة والولد، فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، هو دعوة إبراهيم الحليم، وبشارة موسى الكليم، وترنيمة داود الحكيم، وبشارة عيسى الرحيم، صلى الله عليهم أجمعين. أما بعد، فحياكم الله متابعي قنواتنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة كلمة سواء، ومتابعي قناة الأستاذة نهى السيد، ومتابعي قناة الأستاذ شريف المحاور. أهلا بكم جميعا ومرحبا مع هذه الأمسية الثقافية والمناظرة الدينية بين أخينا الكريم الشماس السابق في الكنيسة الأرثوذكسية الأستاذ إسلام الفيومي، ومع الأستاذ مارفن بيتر. أسأل الله سبحانه تبارك وتعالى لهم التوفيق والسداد. وأنا استبشار بإذن الله تبارك وتعالى بوجود أختنا الكريمة نهى السيد معنا، فأنا سأتنحى عن إدارة هذه المناظرة وأترك لها، باعتبارها مسيحية أرثوذكسية سابقة ومسلمة حالية، أن تدير هذا اللقاء بين المتناظرين الكريمين. فأرحب بها. أهلا ومرحبا الأستاذة الكريمة نهى، وتفضلي حضرتك معك إدارة المناظرة. جزاك الله خيرا ونفع الله بك بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بداية أشكر أخي فضيلة الشيخ رضا قلقيلة على دعوته الكريمة لي لإدارة هذه المناظرة بين الأستاذ إسلام الفيومي، شماس سابق ومسلم حالي، والأستاذ مارفن، مسيحي كاثوليكي.
موضوع المناظرة هيكون صلب المسيح في الكتاب المقدس بين النفي والإثبات. وأحب أنوه على السادة المتناظرين الالتزام بأدب الحوار وعدم الخروج عن موضوع المناظرة، واحترام كل طرف للطرف الآخر، والالتزام بالوقت المحدد لكل منهما. وكمان أحب أقول للإخوة والأخوات المتابعين للمناظرة عدم الإساءة لأي طرف والتحلي بالأخلاق الحسنة، لأن الهدف من المناظرة هو الخروج باستفادة علمية ينتفع بها الجميع دون استثناء. وأنا دوري هو إدارة الحوار بحيادية تامة، وليس لي الحق في التدخل لحساب أي طرف من أطراف المناظرة، وسوف أتدخل في حال خروج أي طرف من أطراف المناظرة عن الموضوع أو الإساءة في أي صورة وأي شكل. وكل متناظر له 4 مداخلات، مدة كل مداخلة 10 دقائق، وبعد ذلك لكل طرف تعقيب أخير مدته 5 دقائق. وقبل ما نبدأ المناظرة أتيح الفرصة للإخوة إنهم يعرفوا نفسهم للمتابعين. اتفضل يا أخي إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك يا أستاذ نوى، تحياتي للشيخ رضا والأستاذ شريف وجميع المتابعين، وطبعا للأخ العزيز الأستاذ مارفن، لأنه بصراحة إنسان يعني إنسان مهذب جدا، وأتمنى إن هي تكون حوار راقي بين الطرفين. أنا إسلام محمد أحمد عبد الله، سني 48 سنة، من الفيوم. كنت شماس سابق في الكنيسة الأرثوذكسية، درجتي كانت درجة إبسالتوس. رجل عامي، إنسان بسيط جدا، ملوش يعني في أي حاجة الحمد لله، ولا ليا أساسا في مقارنة أديان ولا أي شيء من دي. أنا باختصار شديد يعني أعي ما في الكتاب المقدس على أنه ينفي العقيدة المسيحية فقط لا غير. وتحياتي لحضراتكم وللأستاذ مارفن والأستاذة نهى وللشيخ رضا. بارك الله فيك يا أخي إسلام. اتفضل يا أخ مارفن، المايك مع حضرتك. أخ مارفن. الو، صوتي باين؟ أيوه سامعاك. اتفضل عرف الناس بحضرتك. سلام الرب على الجميع. اسمي مارفن، أنا من العراق، 34 سنة. متشوق جدا إنه أحكي في هاي المناظرة عن صلب السيد المسيح. أنا طبعا كاثوليكي سابق، حاليا بروتستانت، بعد أن غير السيد المسيح حياتي. أتمنى التوفيق لصديقي أو إسلام، والرب يبارك الجميع. تمام، وهنبدأ أولى المداخلات مع الأستاذ إسلام. اتفضل أستاذ إسلام. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، إنه نعم المولى ونعم النصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. يسمع صوت النملة السمراء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. حي لا يموت، قيوم لا ينام، تنزه عن صفات النقص واتصف بصفات الكمال. فلا والد له ولا مولود له، خلق العباد وأحصاهم عده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. طيب، تحياتي للجميع، ونبدأ إن شاء الله. نقول طبعا المناظرة بعنوان صلب المسيح ما بين الإثبات والنفي من داخل الكتاب المقدس. عايز أنوه على موضوع في أول مداخلتي. أنا هقول أن الإسلام ليس بدعة في قصة الصلب، ولم يأتي بجديد، ولم يترك الله المسيحيين في ضلال كما يزعمون، بل هناك قبل الإسلام فرق كانت تعتقد بعدم صلب المسيح، مثل باسيليس كان يؤمن بأن هناك شبيه ألقى الله شبه عليه صورة المسيح. ويقول القديس تدرس يعقوب ملطي في كتابه البترولوجي في 6 القرون الأولى ضد الهرطقات، صفحة 153 وصفحة 154،
الفصل الثالث أن المسيح لم يمت، والذي مات على الصليب هو سمعان القيرواني، ويقول أثناء ما سخروا للمسيح رجل قيرواني آتيا من الحق اسمه سمعان القيرواني، فسخروه ليحمل الصليب بدلا منه. وفي الطريق إلى موضع الجلجثة خرج جسد يسوع الشبحي إلى صورة سمعان القيرواني وصعدت كلمة الله إلى السماء، وصلب بدلا منه سمعان القيرواني. ثم نأتي إلى فرقة أخرى اسمها الغنوصية، والتي قالت الذي صلب هو سمعان القيرواني الذي سخروا له الرومان ليحمل الصليب بدلا من المسيح. أولا، من هم الغنوصية ومن هو سمعان القيرواني؟ الغنوصية طائفة نشأت في القرن الأول الميلادي واستمرت حتى القرن الخامس، وقد اندمجت ما بين المسيحية واليهودية والفلسفة اليونانية الوثنية. وبالنسبة لصلب المسيح كان لهم آراء متناقضة، فهم كانوا يؤمنون بأن المادة شر، ولذلك لا يمكن أن يأخذ الله جسدا ماديا، وبالتالي اعتقدوا أن جسد المسيح لم يكن جسدا حقيقيا، ولذلك قالوا أن المسيح لم يصلب بل خيل لهم أو شبه له. وقالوا أيضا أن اللاهوت حل في المسيح أثناء المعمودية وفارقه قبل عملية الصلب مباشرة، فلذلك الذي صلب هو سمعان القيرواني الذي سخر لحمل الصليب عندما تعب المسيح من حمله وهو في الطريق إلى موضع الصلب. وقد عرفت أقوالهم هذه من المخطوطات المتعلقة بهم التي تم اكتشافها في نجا حمادي في مصر. من هو سمعان القيرواني؟ سمعان القيرواني إنه من مدينة القيروان بليبيا، وهذه المدينة أنشأها اليونان سنة 631 قبل الميلاد، وتسمت بأسماء متعددة مثل كيرين وسيرين وفورينا، وسميت باسم فورينا بالضبط عشان نسبة إلى العذراء الأسطورية الحورية اسمها فورينا في الأدب الإغريقي القديم. هل صلب سمعان القيرواني بدل المسيح؟ يقول القديس إيريناوس أسقف ليون على لسان طائفة مسيحية: ليس المسيح الذي صلب، بل هو سمعان القيرواني الذي حمل الصليب أخذ شكل المسيح. سمعان القيرواني أخذ شكل المسيح، هذا ما قاله إيريناوس، وصلب بدلا منه، بينما يسوع أخذ صورة سمعان القيرواني. وهذا الكلام في كتاب ضد الهرطقات الفصل الأول صفحة 24. هنجي لواحد تاني علامة برضو في القرون الأولى اسمه ترتليانوس. طبعا ترتليانوس يعتبر أحد أقدم الآباء الكنيسة الذين كتبوا في الدفاع عن المسيحية، وفي الفصل الأول من كتابه ضد الهرطقات يقول على إتباع باسيدلس وإيمانهم: ليس هو الله الذي عانى آلام الصلب، بل سمعان القيرواني الذي صلب بدل المسيح. وفي رسالة تم، طبعا دي رسالة ده اسمها شيش، اكتشفت في نجا حمادي، شيش الثانية التي تم العثور عليها ضمن مخطوطات نجا حمادي، ورد فيها قولا على لسان المسيح يؤكد فيه أن المصلوب هو سمعان القيرواني، حيث قال: نعم، لقد شاهدوا تعذيبي وشاهدوا ضربي، ولكن من وضعوا عليه إكليل الشوك وساقوه الخل على الصليب هو سمعان القيرواني شبيهي. أما أنا فكنت أبتهج في الأعالي. هذه هي الطوائف التي هي من قالت أن سمعان القيرواني الذي صلب. ونحن نعترف، نخش بقى في صلب الموضوع الأساسي، ونحن نعرف أن أول الأناجيل كتابة هو إنجيل مرقس، أو أول الأناجيل كتابة، حيث اعتمد عليها كل من إنجيل متى. وبالنظر في قصة الصلب في إنجيل مرقس، أهم نقطة يا ريت الأستاذ مارفن يكتبها ويسجلها، نرى واضحا أن المصلوب هو سمعان القيرواني ليس يسوع من إنجيل مرقس، إذ يقول مرقس في إنجيله أن سمعان حمل الصليب ثم جاءوا به إلى الصلب
ولم يذكر المسيح أبدا بين حمل الصليب والصلب. جاء في إنجيل مرقس الإصحاح 15 العدد 21 إلى العدد 24: فسخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل، وهو سمعان القيرواني أبو إلكسندرس وروفس، ليحمل صليبه، وجاءوا به إلى موضع جلجثة. جاءوا بمين؟ لم يذكر المسيح إلى هذه اللحظة. جاءوا بسمعان وجاءوا به إلى موضع جلجثة الذي هو معناه جمجمة، وأعطوه خمرا ممزوجا بمر ليشرب، فلم يقبل. ولما صلبوه، إذا هنا الإعادة على سمعان القيرواني، ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ماذا يأخذ كل واحد. فهذه النصوص تؤكد لنا من إنجيل مرقس، نلاحظ أنه لم يذكر اسم المسيح نهائيا من بداية حمل الصليب إلى موضع الصلب، وأن الرومان أسقوا سمعان الخمر الممزوج بمر واقترعوا على ثيابه القرعة، وهذا من واقع إنجيل مرقس. نلاحظ من هذه الأعداد أن المصلوب هو سمعان القيرواني. متى كتب طبعا ولوقا السياق غير هذا، ولم ينتهي الخلاف حول من هو المصلوب فيما كان من إنجيل يوحنا، إلا أنه حذف القصة تماما، أي قصة سمعان، وذلك بعد 70 عاما من رفع المسيح إلى السماء. فهل وجدتم أكثر جراءة في الافتراء على الله؟ ويحكي لنا أستاذنك وأستاذ نوح قبل الوقت يعني بيخلص ب 30 ثانية يقولوا لي. ويحكي لنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح الأول العدد 10، وإن هو كان وجود انقسام في كنيسة كورنثوس في الفكر، وهو ما يوضح تعدد المفاهيم حتى في كنائس الأمم. بيقول أمين هو الله. نعم. اتفضل. بيقول ماشي. حتى في كنائس الأمم أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا، ولكني أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعا قولا واحدا، ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. ولأنني أخبرت عنكم يا إخوتي من أهل خلوي أن بينكم خصومات. باقي 30 ثانية كده يا أستاذ. ماشي. فإني أعي إن هذا كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا وأنا للمسيح. هل انقسم المسيح؟ لعل بولس صلب لأجلكم أم باسم بولس اعتمدتم؟ إذا يا أستاذ مارفن كان في انقسام بين الكنائس. وقت خلص. تمام يا أخ اسلام. أنا كنت عايز أطرح عليه 4 أسئلة فقط لا غير، بس مش مشكلة، اتفضل. تمام. كنت عايز اقول له انا اسف يعني انا اقول له هل ذكر مرقس اسم المسيح ولو مره واحده ما بين حمل الصليب الى موضع الصلب؟ السؤال الثاني، ما راي حضرتك في قول اباء الاوائل وكان ايمانهم عدم صلب المسيح وطلب مكانه سمعان القيرواني؟ السؤال الثالث، لماذا ارسل الله ابنه الوحيد ليصلب وما الدليل على ذلك؟ السؤال الرابع، من هم كتبه الاناجيل الاصليين التي كتبت بعد صعود السيد المسيح؟ وانا اسف جدا للاطاله وله دقيقه زياده يا استاذه. تمام، شكرا، بارك الله فيك اخي. اتفضل اخ مارفن، المايك مع حضرتك. تمام. طبعا ما راح اتبحر في كلام الاباء لاني اصلا ما اتفق معه نهائيا. ما اعرف يعني ليش مضاعفين شخصيه المسيح، انه خايف ويحط شخص مكانه، يعني هي إهانة للسيد المسيح طبعا. يعني إذا هو خايف راح ينسحب ويختفي. ليش يحط حد ثاني مكانه؟ يعني شيء مش منطقي نهائيا. لا أتفق مع العلماء ولا غيره اللي قال عن إنه هذا الشيء كان السيد المسيح يعمله. بالنسبة لسمعان القيرواني وسخروا واحدا من المارد ليحمل صليبه وهو سمعان من القيروان أبو اسكندر
بروفس وكان آتيا من الحقل وساروا به إلى مكان جلجثة أي مكان الجمجمة. تمام. نشوف هي في مرقس طبعا. في لوقا يقول وفيما هم يسوقونه إلى الصلب أي المسيح أمسكوا رجلا من القيروان اسمه سمعان كان راجعا من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. يعني يسوع كان قبله وهذاك حامل صليب وراء. أنت حضرتك عم تقول أنه مرقس ما ذكر، لكن نجي في لوقا وقد يكمل يقول وقد تبعه جمع كبير من الشعب ومن النساء كنا يولون ويندبنه أي المسيح فالتفت إليهم يسوع. يسوع موجود في المشهد مش مختفي. وقال يا بنات أورشليم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن إلى آخره. تمام. ذكرت هالنصوص انه ما دخل انه يعني مش مجبور اصلا هذا الشخص ياخذ مكان المسيح، يعني نهائيا مش مجبور. لذلك السيد المسيح شخص قوي مش ضعيف علشان يهرب من الصلب. بالعكس هو لما كان عم يكلم الآب يقول له إن شئت أن تجز عني هذه الكأس لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. يعني عنده إرادة السيد المسيح إنه أقبل باللي تقبله يا أيها الأب. مش خايف وأنا أهرب من هاي المهمة، لا بالعكس. السيد المسيح حكى عن صلبه أصلا قبل ما يصير هذا الشيء. يعني إذا كان خايف كان انسحب من الأول، لا يحط له بديل ولا أمور تانية. يقول في إنجيل متى الأصحاح 20 وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم انفرد بالتلاميذ الاثني عشر في الطريق وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم حيث يسلم ابن الإنسان. عن نفسه عم يحكي، مش خايف من أي شيء. إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى أيدي الأمم أي الرومان فيسخرون منه ويجلدونه ويصلبونه. عن نفسه عم يحكي، لا بديل ولا أي حدا تاني، ولكنه في اليوم الثالث يقوم. كمان في إنجيل لوقا يأكد هذا الشيء. الأصحاح 24 يقول ثم قال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به. الأصحاح 24 من عدد 44 هذا هو الكلام الذي كلمتم به وأنا ما زلت بينكم إنه لا بد أن يتم كل ما كتب عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير أي النبوات اللي حكت عن آلامه. ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا قد كتب وهكذا كان لا بد أن يتألم المسيح ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث وأن يبشر باسمه بالتوبة وغفران الخطايا في جميع الأمم انطلاقا من أورشليم. عم يأكد السيد المسيح أنه هو اللي مات، هو اللي انصلب، ما له أي بديل. كم باقي من الوقت؟ سوري. باقي حوالي 5 دقائق. أوكي. سألت عن حسب ما أتذكر سؤالك كان هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. شو الدليل على هذا الشيء؟ الدليل هو يعني هو الآية تجاوب نفسها، يعني إنه حب الله للعالم إنه ما يريد هلاك العالم، لهيك أرسل المخلص اللي هو المسيح علشان يفدي العالم ويرجعوا لأحضانه الأبوية، مش يتركوا للهلاك الأبدي. فهذا هو الدليل، إنه الدليل هو الحب. المسيح كمان أكد على هذا الشيء إنه ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه فداء أحبائه. انتهت مداخلتي أنا بالنسبة لي.
تمام. أستاذ إسلام اتفضل، مداخلة مع حضرتك. طيب، السلام عليكم، تحياتي لحضرتك يا استاذ نهى وتحياتي للاستاذ مارفن. بصراحه يا استاذ مارفن، انا مش لاقي اجابه واقعيه. انت حضرتك دخلت لي في لوقا، وانا ذكرت لك ان لوقا كان مقتبس من مرقس، لان مرقس حضرتك اول الاناجيل، وحضرتك ان مرقس لم يذكر قصه سمعان القيرواني. السؤال اللي انت حضرتك برضو ما جاوبتش عليه، ان هو من هم كتبة الاناجيل الاصليين، لان الانجيل كتب بعد صعود السيد المسيح الى السماء، بدليل ان اول حاجه كتبت في الكتاب المقدس في العهد الجديد هي رسائل بولس الرسول، وبولس الرسول لم يرى السيد المسيح الا مجرد رؤيه. اذا اقتباسات لوقا او متى او يوحنا فهي طبعا المفروض تكون الاقتباسات خاطئه، لان هم لا نعرف من هم كتبه الاناجيل. حضرتك يا استاذ مارفن قلت ان السيد المسيح حكى عن صلبه. لا يا استاذ مارفن، السيد المسيح ما حكاش عن صلبه ولا حاجه. لو حضرتك لو قريت يوحنا 7:4، قبل عملية الصلب السيد المسيح قال: العمل الذي أعطيتني قد أكملته. يعني حضرتك يا أستاذ مارفن، رسالة السيد المسيح انتهت قبل عملية الصلب. طيب أقول لحضرتك حاجة تانية يا أستاذ مارفن. عندما كان السيد المسيح على خشبة الصليب قال من ضمن السبع كلمات: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. طيب، ما دام في إله يغفر الذنب، يبقى حضرتك ما فائدة الصلب؟ وذكرت انت شيء جميل قوي، اللي هي بيقول ان السيد المسيح لكي يتم ما قيل عني في الانبياء والمزامير. طبعا المزامير كلها تنبأت على نجاة السيد المسيح وليس صلبه، وسأوضح ليك من يعني ان شاء الله لو في وقت، بس انا هكمل المداخله بتاعتي وبعد كده اقول لك نجاة السيد المسيح تمت ازاي من المزامير، او كما قال داود النبي. حضرتك ما قلتليش ان كان ايام بولس الرسول في انشقاق في كنيسه كورنثوس، لدرجه ان هو حضرتك قلت لك كل واحد منكم يقول انا لبولس وانا لابولس وانا لصفا وانا للمسيح، هل انقسم المسيح؟ لعل بولس طلب لاجلكم ام باسم بولس اعتمدتم؟ اذا يا استاذ مارفن كان في انقسام بين الكنائس على قصه الصلب نفسها والذي نادى بها بولس. نلاحظ حضرتك ايضا في دائره المعارف الكتابيه الجزء الاول صفحه 43 تتكلم الدائرة عن بطريرك القسطنطينية في النصف الثاني من القرن التاسع. ففي مؤلفة فيلونيقية تقرير عن 280 كتاب قرأها في أثناء إرساليته إلى بغداد. كان بينهما كتاب يقال عنه تجولات الرسل، الذي يشمل أعمال الرسل، أعمال بطرس ويوحنا وأندراوس وتوما وبولس. ويقول الكتاب تعليمه هرطقية، وبخاصة أنه يعلم بأن المسيح لم يصلب مطلقا بل صلب منه بدلا منه سمعان القيرواني. وفي موسوعة آباء الكنيسة الجزء الأول صفحة 239 تقول الموسوعة: والنظام الأساسي لأولئك الذين صنفوا على أنهم أبنيون أكد التزامهم بحفظ ناموس موسى، ولقد أنكروا أن يكون بولس نفسه رسول، ولم يستخدموا سوى إنجيل متى، بل هو في صورة مشوهة وهو غير الإنجيل المتداول الآن. وكان من رأيهم أن المسيح رجل عادي حبل به بالشكل العادي ولم يتميز سوى ببره وعطية الروح القدس. ويقرر متى المسكين في كتابه المدخل لشرح إنجيل يوحنا صفحة 52 و53 أن يوحنا كتب إنجيله وبالتالي رسائله لمواجهة الهرطقات التي وجدت في البيئة المسيحية الأولى قبل الإسلام ب600 سنة، والتي لا تعترف بألوهية المسيح ولا بصلب السيد المسيح ولا بموت المسيح ولا بقيامة المسيح. طيب، حضرتك أنا دخلت أنت قلت لي حاجات إن كان معاهم جموع كبير
كان معاهم جموع كبير لما السيد المسيح اتصاب إلى الصلب. طيب نشوف كلام حضرتك مظبوط ولا كلام الكتاب المقدس مظبوط. نشوف بقى مين اللي كان شاهد على حادثة الصلب من التلاميذ. لو نظرنا إلى إنجيل مرقس الإصحاح 14 العدد 50، وأيضا في متى 26-56، إن جميع التلاميذ يا أستاذ مارفن تركوه وهربوا، ولم يحضر أحد من التلاميذ واقعة الصلب. وحضرتك ممكن تراجع مرقس 14-50 ومتى 26-56، بيقول إن جميع التلاميذ تركوه وهربوا، ولم يحضر أحد من التلاميذ واقعة الصلب. ومن له دليل إن أحد من التلاميذ رأى واقعة الصلب، فبالتالي فإنه بيكذب متى ومرقس، أي إن كتبة الأناجيل الأربعة لم يشاهدوا حادثة الصلب يا أستاذ مارفن، بل تلقوا هذا الكلام شفاهة من أفواه الناس، وهذا هو بداية الالتباس. ثانيا في إنجيل متى 26-31 ومرقس 14-27، قول المسيح لهم قبل القبض عليهم إنهم جميعا سيشكون في شخصيته. حينئذ قال لهم يسوع: كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب أن أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية. فالجميع كما أخبرهم يسوع سيشكون في شخصيته، وسيكونون في ريبة وظن وشك. وأيضا يا أخي مارفن، هل كان السيد المسيح شخصية معلومة أم مجهولة لدى اليهود والرومان؟ هذا السؤال هو على لسان المسيح نفسه، والإجابة في الأناجيل، حيث قال: أنا كلمت الناس علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. فالجميع يا أستاذ مارفن أكيد كانوا يعرفون المسيح معرفة كويس جدا من الناس واليهود، لأنهم شاهدوا معجزاته، رد بصر العميان، رد بصر برسليماوس، وأقام ابن أرملة نيين، وأقام ابن أرملة ييروس، وأقام العازر، وطهر البرصة. هذا كله كانوا يعني الناس كلها كانت شايفة معجزاته وكانوا عارفين، لدرجة إن اليهود حاولوا يقبضوا عليه 3 مرات، والسيد المسيح كان بيختفي من أمامهم، كما هو موضح في لوقا 4:28 ويوحنا 10:31. طيب يا أستاذ مارفن، على شخصية السيد المسيح دي كلها إن هو معروف، هل تتوقع إن هم كانوا اليهود والرومان منتظرين إشارة من يهوذا الإسخريوطي لكي يعرفوا السيد المسيح، لدرجة إن يهوذا قال للرومان: الذي أقبله هو فامسكوه؟ طيب يا أستاذ مارفن، برضو ماذا كانت تهمة المصلوب؟ يعني برضو دي نقطة عايز أعرفها. كان يزعم المسيحيون التجديف فقط، صلبوا اليهود من أجل التجديف، يعني اليهود صلبوه من أجل التجديف. فإن كان الهدف من التجسد هو الصلب كي ترفع الخطية، أما كان للمقبوض عليه أن يثبت هذه التهمة لكي يصلبوه ويتم الصلب والفداء؟ يعني أثناء المحاكمة كان السيد المسيح قال: أنا فعلا أنا ابن الله، أو أنا الله، وأنا جاي عشان تقبضوا علي وتصلبوني. ولكن هل فعلا ثبت عليه التهمة؟ نرى هذا من كلام بيلاطس، كما يروي لنا إنجيل لوقا الإصحاح 23 العدد 13 إلى العدد 15. فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء من الشعب وقال لهم: قد قدمتم إلي هذا الإنسان كمن يفسد الشعب، وها أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه، فإذا كان المقبوض عليه هو المسيح. يا جماعة في تردد صوت يا أخوة، في تردد صوت. فحصت قدامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه، فإذا كان المقبوض عليه هو المسيح وهو الإله المتجسد الذي جاء ليصلب،
ويرفع الخطية، ألم يكن عليه أن يثبت التهمة على نفسه لكي يتم الصلب وتتم خطة الرب في صلب ابنه؟ ونلاحظ أن رواية الصلب اختلف عليها الأربع أناجيل، من بداية المرأة التي سكبت الطيب. انتهى الوقت يا بسام، انتهى الوقت. انت ما نبهتنيش ليه يا استاذه؟ ماشي يا فندم. تحيه لحضرتك يا استاذ نهى. اتفضل يا استاذ مارفن. اتفضل يا استاذ مارفن، المايك مع حضرتك. تمام. باختصار انه لما قلت ما حدا من التلاميذ انه بقى معاه، فما حدا كان اصلا شاهد على قصة صلبه. نقرأ في يوحنا، في إنجيل يوحنا الإصحاح 18: وتبع يسوع سمعان بطرس وتلميذ آخر كان رئيس الكهنة يعرفه، فدخل ذلك التلميذ مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة. هذا أول شاهد. أما بطرس فوقف بالباب خارجا، فخرج التلميذ الآخر الذي كان رئيس الكهنة يعرفه وكلم البوابة فأدخل بطرس. يعني هون 2 من التلاميذ تبع المسيح، مش الكل تركوا، لا. هاي وحدة. النقطة الثانية تقول إنه المسيح أكمل المهمة تبعه قبل ما احتاج إلى الصلب أو قبل الصلب. يقول في إنجيل يوحنا 17 يقول: أنا مجدتك على الأرض وأنجزت العمل الذي كلفتني، فمجدني في حضرتك الآن أيها الآب بما كان لي من مجد عندك قبل تكوين العالم. شو هو عن شو يقصد انه انجزت العمل الذي كلفتني؟ يكمل في العدد 6: اظهرت اسمك للناس الذين وهبتهم لي من العالم، كانوا لك فوهبتهم لي وقد عملوا بكلماتك. طيب هل انتهت القصة هون ولا لا؟ في تكملة في الأصحاح اللي بعده بالضبط. يقول: وبعدما انتهى يسوع من صلاته هذه خرج مع تلاميذه وعبروا وادي قدرون، وكان هنالك بستان فدخله هو وتلاميذه، وكان يهوذا الذي خانه يعرف ذلك المكان لأن يسوع كان يجتمع فيه كثيرا مع تلاميذه، فذهب يهوذا إلى هناك آخذا معه فرقة الجنود وحرس الهيكل، يعني ماخذ مع قوات ورايح يقبض على المسيح، الذين أرسلهم رؤساء الكهنة والفريسيون، وهم يحملون المشاعل والمصابيح والسلاح. وكان يسوع يعرف كل ما سيحدث له، فتقدم نحوهم وقال: من تريدون؟ فأجابوه: يسوع الناصري. فقال لهم: أنا هو. يعني ليكو يأكد مرة ثانية يا جماعة، يعني مش خايف علشان يجيب له حدا ثاني، لا، ولا حط تلاميذ قدامه علشان هن يواجهوا، لا بالعكس، هو اللي يعني عم يواجههم. تمام. يكمل إلى آخره إنه يعني كملت القصة، إنه ما انتهى الموضوع هناك في الأصحاح اللي قبله، لا، المسيح كمل إنه رايح للصلب، مأكد هذا الشيء. شو كانت النقاط الثانية تبعك؟ اوكي. بعد اذن حضرتك استاذ مارفن، هو الاستاذ اسلام بيوجه لحضرتك اسئله، يا ريت ترد عليها وما نخرجش بره سياق المعنى يعني. لا، انا بالفعل رديت عليه، انه هو حكى عن حضرتك الانجيل بتتكلم في حاجه حضرتك بتتكلم في حاجه وهو بيتكلم في حاجه ثانيه. لا سوري، نقاط كثير عم يضعها في خلال دقائق، يعني مش معقول هذا الشيء. اختار نقطه حضرتك وامسكها ووفي بيها، يعني كثره الترحال بين الاسئله ده مش كويس، يعني حضرتك اختار حاجه معينه ووفي بيها. لا، ما هو جاوبت على الموضوع الاول، كان انه مين الشهود،
مين الشهود اللي تبعوا المسيح؟ هو قال ما حدا تبعه، فجاوبت على هاي النقطة. النقطة اللي بعدها كانت شو اسمه؟ تفضل أخي. تمام. والنقطة اللي طرحها كمان انه شو كان ذنب يسوع؟ علشان وقال لهم احذرتم في انجيل لوقا اصحاح 23 العدد 14 يقول: وقال لهم احذرتم الي هذا الانسان على انه يضلل الشعب، وها انا بعدما فحصت الامر امامكم لم اجد في هذا الانسان اي ذنب مما تتهمونه. يعني انه المسيح بريء من اتهاماتكم. ولا وجد هيرودس ايضا اذ رده الينا، وها انه لم يفعل شيئا يستوجب الموت، فساجلده اذا واطلقه. وكان عليه ان يطلق لهم في كل عيد سجينا واحدا، ولكنهم صرخوا بجملتهم: اقتل هذا. الشعب طلب هذا الشيء. المسيح بريء، لكن الشعب يعني أراد المسيح أنه يموت. اقتل هذا وأطلق لنا باراباس. وكان ذلك قد ألقي في السجن بسبب فتنة حدثت في المدينة وبسبب قتل. فخاطبهم بيلاطس ثانية وهو راغب في إطلاق يسوع، فردوا صارخين: اصلبه. يعني هي رغبة الشعب أصلا، كانت الشعب اليهودي. أنا بالنسبة لي أكتفي، لأن نقاط كثيرة طرحها، يعني ما يعني أعتذر، بس سوري أخ إسلام، إنه حدد نقاطك بشكل بسيط، يعني مش تطرح نقاط كثيرة في طرح واحد. تفضل. اتفضل يا اخي اسلام، ويا ريت نوجه للضيف سؤال واحد بس علشان يتمكن من الاجابه. حاضر يا فندم. هو انا ما والله انا يمكن ما عرضتش، انا يعني بتكلم لسه ما عرضتش اي حاجه من النصوص. الاستاذ بيقول لي ان كان في ناس كانوا شاهدين على الصلب، يبقى اذا حضرتك هو كده بيكذب انجيل متى وانجيل لوقا اللي هو قالوا ايه، الجميع تركوه وهربوا. طيب انا هخش بقى ايه في نقطه واحده. السيد مارفن قال مقوله جميله جدا: لكي يتم وقيل عني في الانبياء والمزامير، في الانبياء والناموس والمزامير. طيب سيد يعني بص، انا هتكلم كيف تم نجاة السيد المسيح من الصلب. يعني انا كنت مخلي المداخله دي الاخيره، بس ايه كده الوقت هياخدنا يعني عشان الوقت يعني. طيب سيد المسيح في يوحنا 17:4 يا استاذ مارفن مقوله هامه جدا على لسان السيد المسيح نفسه: انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني، ويمكن انا ذكرتها، قد اكملته، والان مجدني انت ايها الاب عند ذاتك. نلاحظ يا ايها الاخ الفاضل، العمل الذي جاء به السيد المسيح قد اكمله، اي اكمل رسالته قبل عمليه الصلب المزعومه. ويقول ايضا السيد المسيح على لسانه في انجيل يوحنا 8:28-29: فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الانسان فحينئذ تفهمون اني انا هو، ولست افعل شيء من نفسي، بل اتكلم بهذا كما علمني ابي وارسلني وهو معي، ولم يتركني الاب وحدي، لانني في كل حين افعل ما يرضيه. طيب يا استاذ العزيز، اذا السيد المسيح اقر ان الاب معه في كل حين ولم يتركه. طيب الاول اروح الى صلاه السيد المسيح في بستان جثيماني اللي حضرتك ذكرتها في انجيل، حيث يقول انجيل مرقس 14:34-38: فقال لهم: نفسي حزينه جدا حتى الموت، امكثوا هنا واسهروا. ثم تقدم قليلا وخر على الارض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعه. يعني السيد المسيح صلى لكي تعبر عنه هذه الساعه ان امكن، وقال: يا ابا الاب، كل شيء مستطاع لك، فاجزي عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما اريد انا بل ما تريد انت.
ثم جاء وجدهم نياما فقال لبطرس يا سمعان أنت نائم ما قدرت أن تسهر معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. ومضى ليصلي ويقول الكلام بعينه أثناء صلاته. إذن يا أستاذ مارفن إن سيد المسيح كان بيصلي الرب بحرارة على أن يجيز عنه هذه الكأس، ونحن نعرف كما قال في إنجيل يوحنا أنه معه، إن الآب معه في كل حين ولن يتركه. نشوف إيه اللي حصل، هل تم نجاة السيد المسيح أم لا؟ طيب نشوف مزمور من ضمن المزامير اللي حضرتك ذكرتها إن السيد المسيح هيتصلب من الأناجيل. طيب نشوف هيتصلب ولا ربنا هينجيه. المزمور 110 العدد الرابع: أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. أذهب لرسالة العبرانيين 5:7. خلي بالك هو كله نقطة، يعتبر كل ده سؤال واحد، يعني عشان بجيب لك نصوص بس النصوص كلها بتوصل لبعضها. رسالة بولس الرسول إلى الأبد على درجة ملكي صادق الذي كان في أيام جسده إذا قدم بصراخ شديد ودموع وتطلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت فسمع له من أجل تقواه. إذن يا أستاذ مارفن أن الآب سمع لمناجاة المسيح في البستان وأنقذه من الموت بشهادة المزمور 110 وشهادة العبرانيين 5:7. ويقول السيد المسيح لكي يتم ما قيل عني في الناموس والأنبياء والمزامير، لوقا 24:44. نروح لنقطة أخرى، هل تم نجاة السيد المسيح؟ نلاحظ إنجيل متى الإصحاح 4 العدد 6، تجربة إبليس على الجبل، حيث قال إبليس للسيد المسيح: ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب. بص إبليس بيقول للمسيح لأنه مكتوب، وركز في كلمة مكتوب دي، إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لئلا تصطدم بحجر رجلك. طيب هنا هقف على نقطة واحدة، كيف عرف إبليس إنه مكتوب؟ هكذا في الكتاب. هل إبليس كان مطلع على كلام الله؟ يعني إبليس كان مطلع على كتابك يا أستاذ مارفن عندما قال للمسيح مكتوب إنه يوصي ملائكته أن يحملوك على أيديهم لئلا تصطدم بحجر رجلك. طيب أروح أشوف المزمور 91 العدد 3 العدد 16: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوف في ظلك وتحت أجنحته تحتمي ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من ويسألك في الدجي ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسكت على جانبك 1000 وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينك تنظرني وترى مجازات الأشرار، لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك كي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لئلا تصطدم بحجر رجلك، على الأسد والصل تطأ الشبل والثعبان تدوس. لأنه إيه بقى يا أستاذ مارفن؟ لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه، لأنه عرف اسمي، يدعوني أستجب معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. والله يا أستاذ مارفن لو لم يكن في الكتاب المقدس غير هذا المزمور لكفى على نجاة السيد المسيح من الموت. ونأتي تفسير تدرس يعقوب ملطي أنطونيوس فكري وتدرس يعقوب ملطي. لو هتفتح حضرتك التفسير بيقول إن هذا المزمور
خاص بالمسيح، وكان اليهود بيعترفوا ان ده خاص بالمسيح كما في شرح تدرس يعقوب مالتي وانطونيوس فكري. طيب اجي كم فاضل من الوقت يا استاذه؟ لسه باقي حوالي دقيقتين ونص، اتكلم براحتك عادي في وقت. كويس. ونأتي لمزمور آخر يدل على نجاة السيد المسيح بشكل قاطع. المزمور 118 العدد 5 بيقول إيه؟ من الضيق دعوت الرب فأجابني من الرحب. أذهب لنفس المزمور اللي هو 118 17 29 لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب، تأديبا أدبني الرب وإلى الموت إيه يا أستاذ مارفن؟ وإلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر أدخل فيها وأحمد الرب، هذا الباب للرب الصديقون يدخلون فيه. أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصا. الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية من قبل الرب. هذا هو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. يا رب خلص، أنقذ، مبارك الآتي باسم الرب. باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله، قد أنار لنا وأوثق الذبيحة بربة إلى قرون المذبح. إلهي أنت فأحمدك إلهي وأرفعك، أحمدك يا رب لأنك صالح لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. شوف يا مارفن باشا، المزمور بيقول أي لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب، تأديبا أدبني الرب وإلى الموت يا أستاذ مارفن لم يسلمني. كما قال المزمور الباب باب الرب لا يدخل فيه إلا الصديقون. أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصا. وبعد كده ذكر الحجر الذي رفضه البناؤون انه صار الرأس الزاوية. انتهى الوقت يا اخي. ماشي يا فندم. اتفضل اخ مارفن، المايك مع حضرتك. تمام. بالنسبة للعبرانيين ذكرت انه عن ملكي صادق وانه ما بيموت وكاهن للابد، لكن اذا ننزل لتحت قبل الآية العدد الاخير اللي هو 27 في رسالة العبرانيين اصحاح 27 يقول: وهو لا يحتاج الى ما كان يحتاج اليه قديما كل رئيس كهنة، اي عن المسيح عم يحكي، ان يقدم الذبائح يوميا للتكفير عن خطاياه الخاصة اولا ثم عن خطايا الشعب. هي مهمة الكاهن كانت، وذلك لأنه كفر عن خطاياهم مرة واحدة حين قدم نفسه عنهم. يعني حكى أنه ما قدم نفسه ذبيحة عن البشرية ومرة واحدة وخلص انتهت، عن الصلب عم يحكي. بالنسبة للمزامير اللي حكيت عن أنه نجاة المسيح، أكيد أنا أتفق معك أنه المسيح ما بقى في القبر. مش معنى أنه نجاه يعني ما انصلب، لا. لما كان يصلي وظهر الملاك من السماء يقويه جسديا علشان يتحمل آلام الصلب. في مزمور 16:10 يقول: لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. هون يعني ميت عم يحكي، يعني في الهاوية، أنه هون مات في حالة الموت. لن تدع تقيك يرى فسادا، أي جسمه ما راح يتحلل في القبر، لأن راح يقوم بعد في اليوم الثالث. يقول في أعمال الرسل كمان يأكد على هذا الشيء: أيها الأخوة دعوني أقول لكم صراحة إن أبانا داود مات ودفن وقبره ما زال عندنا حتى هذا اليوم، لأن داود كان نبيا وعارفا أن الله أقسم له يمينا بأن يجيء المسيح من نسله ويجلس على عرشه. قد تكلم عن قيامة المسيح كما رآها مسبقا، فقال إن نفسه لن تترك في هوة الأموات ولم ينل من جسده الفساد. تمام. هي تأكدنا أنه هي النبوة عن المسيح وأنه مات وقام.
فيسوع هذا أقام الله من الموت ونحن جميعا شهود لذلك. بالنسبة لبعض المزامير النبوات اللي كانت في المزامير، يقول في المزمور 22 يقول: جميع الذين يرونني يستهزئون بي، يفتحون شفاههم علي بالباطل، ويهزون رؤوسهم قائلين: سلم إلى الرب أمره فلينجه لينقذه ما دام قد سر به. أحاط، هي طبعا العدد 7 و8 من إصحاح 22. يكمل في العدد 16: أحاط بي الأدنياء، جماعة من الأشرار طوقتني، ثقبوا يدي ورجلي، صرت لهزالي أحصي عظامي، وهم يراقبون يحدقون بي، يتقاسمون ثيابي فيما بينهم، وعلى لباسي يلقون القرعة. طيب وين تحقق هالكلام؟ في إنجيل متى الأصحاح 27: وكان المارة يشتمونه، وهو على الصليب أي المسيح، وهم يهزون رؤوسهم ويقولون: يا هادم الهيكل وبانيه في 3 أيام خلص نفسك، إن كنت ابن الله فانزل من على الصليب. وسخر منه أيضا رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ قائلين: خلص غيره، أما نفسه فلا يقدر أن يخلص، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. توكل على الله فليخلصه الآن إن كان يريده، فهو قد قال: أنا ابن الله. بالنسبة للاقتراع على ثيابه، يقول في إنجيل يوحنا الإصحاح 19: ولما صلب الجنود يسوع أخذوا ثيابه وقسموها إلى 4 أقسام، فأخذ كل جندي قسما، وأخذوا القميص أيضا، وكان منسوجا كله من قطع واحدة بغير خياطة. فقال الجنود بعضهم لبعض: لا داعي لتمزيقه، بل لنقترع عليه فنرى من يكسبه. وقد حدث ذلك ليتم ما جاء في الكتاب: اقتسموا ثيابي بينهم، وعلى قميصي اقترعوا. وهذا ما فعله الجنود. نبوءة ثانية عن أنه كلام المسيح كيف استشهد من كلام الأنبياء. هو يقول بنفسه في إنجيل يوحنا الإصحاح 3 بدءا من عدد 14 يقول: وكما علق موسى الحية في البرية، فكذلك لابد أن يعلق ابن الإنسان. هون عم يقتبس من موسى، من أسفار موسى: لتكون الحياة الأبدية لكل من يؤمن به، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. وهذا النص مقتبس من سفر العدد إصحاح 21. يقول إصحاح 21 الآية 9: فصنع موسى حية من نحاس وأقامها على عمود، فكان كل من لدغته حية يلتفت إلى حية النحاس ويحيى. هذا رمز للمسيح، انه يعني اللي يلتفت الى المسيح يحيى، انه تتجدد روحه حياته. تمام، اكتفي بهذا. طيب تمام، اتفضل يا أستاذ إسلام. أخ إسلام. اسف، انا كنت عامل ميوت، انا اسف. اتفضل. طيب يا استاذ العزيز، حضرتك استشهدت بالمزمور 22. طيب معلش كده نجيبه من الاول. الهي الهي، تمام يا استاذ مارفي. مين اللي كان بيصرخ؟ مين اللي اتصلب؟ الناسوت ام اللاهوت؟ دي حاجه عايز اعرفها. طيب السيد المسيح كان يعني بيقول يعني اللهم صل على النبي، ان هو معاه في كل حين، ان هو هيستجيب ليه في كل وقت. يعني اي دعاء للسيد المسيح كان ربنا بيستجيب ليه، كما هو في يوحنا 8. طيب يا استاذ مارفن، ان انت بتقول المزمور 22 وثيابي واقترعوا ثيابي والكلام من ده. طيب نشوف من بدايه المزمور يا استاذ.
تلك العبارة إلهي إلهي أتفق مع المسيحيين أن هذا المزمور نبوء عن المصلوب، وأنا أتفق معاك أن النبوءة دي على السيد المسيح الذي كان يصرخ على خشبة الصليب. مين؟ المسيح أم شخص آخر؟ طيب أنا أخالفك بقى المرة دي بصديق المحاور في ادعاء أن المصلوب هو المسيح. إن الذي يصرخ لا يستجاب له إلهي في النهار لا يستجيب. طيب المسيح بيقول بينما المسيح قال أنا علمت إنك في كل حين تسمع لي. المصلوب وصف نفسه بالدودة، أما أنا دودة لا إنسان، تعبير عن الخسة والاحتقار. اعتبر المصلوب نفسه عار عند البشر، مع ان السيد المسيح طبعا عندنا في الاسلام مفخره للبشريه كونه نبي عظيم ورسول مرسل. ادعوك يا استاذ مارفن لقراءه المزمور الذي تنبأ عن المصلوب، واسال نفسك ايهما اقدر ان يكون المصلوب الذي يتكلم عنه المزمور المسيح العظيم ام شخص اخر؟ لا ينقضي استغرابي ممن يعتبر ان المسيح الها ثم يقبل وصفه بالدودة. طبعا حاشا لله أن يقول هذا الكلام. طيب حضرتك قلت اقترعوا ثيابي، ممكن حضرتك نرجع للنص الأصلي، النص العبري يا أستاذ مارفن؟ يعني إيه اقترعوا ثيابي؟ هل هي موجودة في الترجمة العبرية يا أستاذ مارفن؟ ثقبوا يدي ورجلي هي ترجمة خاطئة، الهدف منها إثبات صلب المسيح، وإن الأصل العبري جاء فيه وكلتا يدي مثل الأسد في القراءة المسورية، وإن كلمة ثقبوا لم ترد في النص العبري. ويقول موقع الأنبا تكلة ظل نقاد تركيب النص في حيرة، لأن الترجمة اليهودية للنص حرفيا مثل الأسد يدي ورجلي. هذا كلام القمص حلمي يعقوب. إذن هذا النص يا أستاذ مارفن مضاف في الكتاب الكريم أو الكتاب المقدس كما تدعي، لأن الكتاب المقدس طبعا ما احنا عارفين إن هو اتعرض لانتقادات كتيرة. طيب أنا هسأل حضرتك سؤال، اللي بتقول لي ان برضو مصر ان المزامير بتقول على نجاة السيد المسيح. طيب نفتح مع بعضينا كده يا استاذ مارفن المزمور 20 للعدد من 1 ل7، نشوف المزمور ده بيقول ايه يا استاذ مارفن. بيقول ايه؟ ليستجيبوا لك الرب في وقت الضيق، ليرفع اسم اله يعقوب، وليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون، ليعضدك، ليذكر كل تقدماتك ويستثمن محرقاتك سلاه، ليعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك. نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتنا، ليكمل الرب كل سؤلك. والآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه، يستجيب من سماء قدسه وبجبروت خلاص يمينه. تفسير القمص أنطونيوس فكري يقول يرى عدد من آباء اليهود أن هذا المزمور خاص بالمسيح، وكذلك رأى عدد من آباء الكنيسة مثل أثناسيوس وأغنسطينوس إن هذه نبوءة عن المسيح. إذن يا أستاذ مارفن هذا المزمور يدل على نجاة السيد المسيح من الصلب والموت. هل وما زلت تؤمن بصلب المسيح وموت المسيح ومن الذي مات على الصليب يا أستاذ مارفن، الناسوت أم اللاهوت؟ ليا سؤال واحد بس، أنا عايزك تجاوب على هذا السؤال. هو معلش هو سؤال طويل شوية بس ركز فيه. من المعلوم يا أستاذ مارفن إنه يجب أن يتم التضحية بشخص غير محدود ليغفر خطية غير محدودة،
الشخص الغير محدود هذا هو المسيح حسب قولكم، بسبب اتحاد الطبيعة الإلهية الغير محدودة التي تتمثل في اللاهوت مع الطبيعة البشرية المتمثلة في الناسوت. اللاهوت هو الألوهية، يعني الإله الغير محدود التي لا تجوع ولا تعطش ولا تتألم. الناسوت هو الطبيعة البشرية المحدودة التي تجوع وتعطش وتتألم. هنا احتمالين فقط لهذا السؤال، لا ثالث لهما. رقم واحد، الذي مات على الصليب هو الناسوت المحدود الذي يتألم مع اللاهوت الغير محدود معا، ولكن حسب نصوص الكتاب المقدس الإله لا يمكن أن يموت، الطبيعة الإلهية لا يمكن أن تموت، كما هو في سفر التثنية: حي أنا الرب إلى الأبد، أرمية 10:10. ولكن الرب هو الإله الحق الحي، الإله الحي الملك الأزلي، حقوق 1:12. ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي لا تموت، تيموثاوس 6:16. الذي وحده له عدم الموت. رقم 2، أن يكون الذي مات هو الناسوت فقط المحدود، ولكن في هذه الحالة يا أستاذ مارفن تدمر عقيدة الصلب والفداء، ولقد تم التضحية بشخص محدود لا يستطيع أن يغفر الخطية، والغير محدود وكما نعلم لقد صرخ وتألم كما تقولون أثناء الصلب. إذن من مات على الصليب هو المحدود ولم تصب الطبيعة الإلهية بأي أذى، إذن لم يكفر خطايا أحد يا أستاذ مارفن. طيب هسألك سؤال تاني، وسامحني إن أنا هسألك سؤال تاني. لو في واحد حضرتك اتولد من أبوين مسيحيين، أب وأم مسيحي، وآمن بقصة الصلب والفداء ولم يتم معموديته، هل هيدخل الفردوس أم هيدخل الجحيم؟ طبعا في نص داخل الكتاب المقدس بيقول: الذي لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماوات. لو أنا آمنت بالصلب وآمنت بالفداء وآمنت بالألوهية وآمنت بكل يعني بتطبيقات السيد المسيح لاهوت وناسوت وما تعمدتش، أخش الهلكوت أو أخش الجحيم. يبقى إذن عند حضرتك يا أستاذ مارفن المعمودية أقوى من الصلب. لماذا تم صلب السيد المسيح؟ هل صلب السيد المسيح لكي يكفر خطايا البشر؟ ده بحد ذاته ظلم يا أستاذ مارفن. بقيت إيه يا أستاذ إسلام؟ بقيت إيه؟ يا ربي، لأن حضرتك نصوص في سفر التثنية: لا يقتل الآباء عن الأبناء ولا الأبناء عن الآباء وكل إنسان بخطيئته يموت. كذلك سفر حزقيال، طبعا من الوقت خلص، حزقيال الإصحاح 18 كاملا ينفي توارث الخطية يا أستاذ مارفن. وعند حضرتك في رسالة يعقوب مجرد الصلاة تشفي المريض وتغفر الخطايا، يبقى ايه فايدة الصلب؟ رسالة يعقوب 25 فليعلم ان من خطأ عن طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر من كثرة خطاياه. كلنا نؤمن ان المسيح ارسل لكي يخلص بني اسرائيل يا استاذ مارفن. وفي نصوص كتيرة جدا في سفر الخروج كنت اتمنى ان انا اذكرها، سفر اللاويين، سفر اخبار الايام الثاني، سفر التكوين، كانت بتدل ان ما فيش، ان ربنا نفسه ما بيقبلش الذبيحه البشريه ولازم يقبل تيس لكي يتم مغفره الخطايا. لو انا مشيت معاك كما قال سفر اللاويين تمام انتهى الوقت. لا اله الا ماشي. اتفضل يا اخ مارفن. تمام.
سؤالك كان مين اللي صرخ، اللاهوت ولا الناسوت على الصليب؟ إلهي إلهي لماذا تركتني. طبعا الإنسان يسوع المسيح اللي صرخ هون، اللي هو نائب عن البشرية أمام الله، لأن هو الكفارة اللي راح يقدم ذاته عن البشرية كلها، فيمثل البشرية كلها في هذا الموقف. وهي أصلا تأكيد للنبوءة اللي في المزمور 22. بالنسبة للمزمور 22 الإصحاح 16 تقول إنه قلت أسود، أو ما في كلمة ثقبوا يدي ورجلي. الترجمة NIV والنيو كينج جيمس فيرجن هي الأقرب، يعني هي الأقرب، وأنت تعرف هذا الشيء للنص الأصلي. الاثنين اتفقوا إنه فعلا ثقبوا يدي ورجلي، ما في كلمة أسد وهي الأمور. أوكي، بالنسبة من الذي مات على الصليب؟ الإنسان يسوع المسيح مات. اللاهوت أعطى القدرة لهذا الجسد أو لهذا الإنسان إنه يتحمل الإثم العالم كله فيموت، يقوم يصبح كفارة أبدية، لأنه أصبح جسد مقام وغير فاني. يعني هذا هو الرد باختصار. معلش برضو أنا يهمني أعرف الإجابة دي من حضرتك يا أستاذ مارفن. هو أستاذ إسلام بيسأل حضرتك سؤال محدد، بيقول لك مين اللي مات على الصليب، اللاهوت أم الناسوت؟ أجبت أن الإنسان يسوع المسيح اللي مات. يعني الإنسان هو اللي مات على الصليب اللي هو الناسوت. نعم، واللاهوت كان يسنده إنه أعطاه القدرة إنه يتحمل كل هالحمل اللي هو ثقل العالم والخطيئة وهي الأمور. فمات كإنسان لأجل الإنسان. يعني الله يموت لأجل الإنسان، لازم الله يموت لأجل الله، مش لأجل الإنسان. فهون العملية صارت إنه إنسان اللاهوت عمله غير محدود علشان يفدي كل البشر، قام صار كفارة أبدية. هي الإجابة باختصار. يعني خلصت مداخلتك يا أستاذ مارفن؟ سوري بس لحظة، أنا آسف. تمام. تأكيدات ثانية إنه المسيح مات. في إنجيل متى الإصحاح 27 يقول العدد 2 بدءا من 62 العدد 62 يقول وفي اليوم التالي أي بعد الإعداد للسبت تقدم رؤساء الكهنة والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا يا سيد تذكرنا أن ذلك المضلل قال وهو حي إني بعد 3 أيام أقوم، فأصدر أمر بحراسة القبر بإحكام إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للشعب إنه قام من بين الأموات، فيكون التضليل الأخير أسوأ من الأول. فأجاب بيلاطس عندكم حراس فاذهبوا واحرسوه كما ترون. فذهبوا وأحكموا إغلاق القبر وختموا الحجر وأقاموا حراسا. الشاهد الثاني على موت المسيح يقول في إنجيل مرقس أصحاح 15 جاء يوسف الذي من الرامة، العدد 43 جاء يوسف الذي من الرامة وهو عضو محترم في المجلس الأعلى، وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله، فتجرأ ودخل إلى بيلاطس وطلب جثمان يسوع. فدهش بيلاطس إنه قد مات، واستدعى قائد 100 واستفسره هل مات منذ وقت طويل؟ ولما علمه قائد 100 بذلك وهب يوسف الجثمان. فهون يعني نشوف إنه موت المسيح
حقيقي كان، مش قاعد عم يضحك على الناس، يعني مش بس على التلاميذ وغير، لا يعني دخلوا في مجلس الأعلى بيلاطس الحاكم، والجنود تبعه ما يقدروا يضحكوا عليه، لأن راح يعدمهم إذا كذبوا عليه. فهي تأكيدات كلها إنه المسيح فعلا مات. في نبوءات كثيرة في العهد القديم الوقت ما يكفي إن نذكرها عن إنه موت السيد المسيح. السيد المسيح يشهد شخصيا هو في رؤية يوحنا الإصحاح الأول العدد 17 يقول: فلما رأيته، أي يوحنا، فلما رأيته، هون يوحنا عم يحكي، ارتميت عند قدميه كالميت، فلمسني بيده اليمنى وقال: لا تخف، أنا الأول والآخر، أنا الحي، كنت ميتا ولكن ها أنا حي إلى أبد الآبدين، ولي مفاتيح الموت والهاوية. سؤال بسيط يا أخ إسلام، مين هذا الشخص علشان يقول لي مفاتيح الموت والهاوية؟ يعني أكيد يعني تتفق معي إنه مش إنسان عادي علشان يقول هيك كلام. فأنا انتهيت. تمام. اتفضل يا أخي إسلام، المايك مع حضرتك لمدة 5 دقايق تعقيب على إجابات الأخ مارفن. خلينا 7 دقايق كده ولا حاجة، 10 دقايق وياخدوا مفيش الوقت مشكلة، اللي مفيش عايزه. مشكلة، اتفضل حضرتك زي ما تحب. ماشي يا أستاذ مارفن، النص اللي أنت قلته اللي هو بتقول أنا هو الأول والآخر والحياة وكنت ميتين، هو الأول والآخر بيموت يا أستاذ مارفن؟ شوف بقى إجابة سهلة إزاي، هو الأول والآخر بيموت. طيب السيد المسيح اتصلب ليه؟ يعني العقيدة دي عقيدة شريعة جديدة ولا شريعة ربنا؟ طيب ممكن بقى نخش بقى في التقيل بقى ايه، بس تقيل على خفيف، يعني تقيل خفيف. نروح لسفر اللاويين 5:11 بيقول ايه؟ وانه لم تنل يداه يمامتين او فرخي حمام فياتي بقربانه عما اخطا به 10 أليفة من الدقيق قربان خطيه، قربان خطيه، لا يصنع عليها زيتا ولا يجعل عليها لبانا لأنه قربان خطية. يعني يا أستاذ مارفن بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، الكلام ده مش صحيح، لأنه بحسب الناموس ممكن بشوية دقيق يكون مغفرة للخطية. نروح حضرتك لسفر العدد الإصحاح 31:50 وقد قدمنا قربان الرب كل واحد ما وجدوا أمتعته ذهبا وأساو وخوات وأكرات وقلائد للتكفير عن أنفسنا أمام الرب. يعني يا أستاذ مارفن الناموس بيقول ممكن تكون خطية التكفير بشوية ذهب أو مجرد شوية ذهب، شوية سلاسل تكون كفارة للخطية قربان أيضا بدون سفك دم. أروح للخروج 30:15-16 صح، 30 العدد 15-16 الغني لا يكسر، يعني الغني ما يحطش كتير، والفقير لا يقلل عن نصف الشاكل حين تعطون تقدمة الرب للتكفير عن نفوسكم، وتأخذ الفضة الكفارة من بني إسرائيل وتجعلها لخدمة خيمة الاجتماع، فتكون لبني إسرائيل تذكارا أمام الرب للتكفير عن نفوسكم. يعني أيضا يا أخي مارفن ممكن تتم المغفرة بشوية فلوس، بالمال، ليس شرط أن يتم بسفك دم. نروح لسفر أخبار الأيام الثاني، هذا كله كلام أنبياء وناموس، لأن السيد المسيح قال إيه الناموس، أو بولس قال الناموس. سفر الأخبار الأيام الثاني الإصحاح 7 العدد 14-15
فإذا تواضع شعبي الذين دعا اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرديئة فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيئاتهم وأبرئ أرضهم. يعني يا فندم ممكن بالتوبة وبالصلاة تتم المغفرة، مش شرط سفك الدم كما قال بولس. يعني بدون سفك دم لا تتم المغفرة، اللي جميع أو غالب المسيحيين بنوا عليها، يعني أغلب المسيحيين بنوا عليها عقيدة الصلب والفداء. الكتب المقدسة نفسها تنفي هذا الكلام. يعني ممكن الخطية يا أستاذ مارفن تغفر بدون سفك دم. وأيضا في العهد الجديد في رسالة يعقوب 5:15 وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطيئة تغفر له. أيضا نلاحظ أيضا أن صلاة الإيمان تغفر الخطية، مش شرط بدون سفك دم. نشوف بقى حاجة تانية وخطيرة في الكتاب المقدس. هل ذبيحة البشر تكون مقبولة عند الرب؟ استأذنك تديني دقيقة أو دقيقتين زيادة لأن النقطة دي مهمة جدا. سفر التثنية يا أستاذ مارفن لا تعمل سفر التثنية الآسف الإصحاح 12 العدد 31 العدد 32 لا تعمل هكذا للرب إلهك لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل رجز لدى الرب مما يكرهه إذا أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم كل الكلام الذي أوصيتكم به احرصوا لتعلموه لا تزد عليه ولا تنقص. سفر التثنية 18:9-10 كلام خطير جدا أيضا. متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل رجز أولئك الأمم لا يوجد فيك من يجيز ابنه وابنته في النار، يجير ابنه وابنته في النار، ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر. يعني حسب الناموس موسى شفنا الآن أن الذبائح البشرية هي رجز وغير مقبولة عند الرب. هل يا فندم من قال لا تفعل هكذا هو نفسه يفعل عندما كتب بالإنجيل هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية؟ هل الله يخالف نفسه أو يناقض نفسه؟ لأنه ما قبلش الذبائح البشرية فكيف يكون ابنه ذبيحة؟ شكرا يا أستاذ نهى وأنا آسف للإطالة. بارك الله فيك أخي. اتفضل أخ مارفن المايك مع حضرتك لو في تعقيب عندك. أوكي تمام. أبلش من آخر نقطة اللي نهايتها يعني كيف الرب منع ذبائح بشرية وإنه يحرقوا أولادهم بينما هو عمل العكس وقدم ابنه. الإجابة بكل بساطة الرب لأنه ما يريد هلاك الإنسان. يعني ما بده الإنسان يقدم أولاده وبناته في سبيله هو، لا هو المسيح يفديهم مش هن يفدوا الله بأولادهم وبناتهم، لا. لهيك أعطاهم بدائل مؤقتة اللي هي كانت الحيوانات علشان ما يموت الإنسان، لا علشان ينقذوا وقتيا إلى أن يجي الذبيحة أو الكفارة النهائية اللي هو السيد المسيح. لهيك السيد المسيح أو يعني الله بده خلاص الإنسان مش قتل الإنسان، لا. والسيد المسيح إذا يعني الأخوة مهتمين بموته فالمسيح قام من الموت مش ضل ميت. بالنسبة إنه الله يكفر بطرق كثيرة عن ذنوب الإنسان، فليش المسيح يموت؟ فشو سبب هذا الشيء؟ لا نروح على إشعياء 22 العدد 44.
يقول قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك ارجع إلي لأني ليش؟ لأني فديتك. يعني بدون فداء ما تحصل مغفرة. يعني يا إما العدل الإلهي ينكب على البشر إنه يهلكوا، أو إنه حدا يفديهم. وإذا غفر لهم بدون هيك بلاش، يعني بدون أي عقاب وأي أمور تانية، فهذا يعتبر غير عدل. لهيك السيد المسيح أنه حقق العدل الإلهي، حمل إثم العالم عليه، مات، قام من الموت، انتهت. وهو أصبح الوسيط الوحيد بين الله والإنسان والمخلص الوحيد. نفس هذا الشيء لما سوري نسيت أعلق على نقطتك اللي قلت إنه عن المعمودية. الخلاص هو في المسيح. المعمودية هي إعلان هذا الخلاص، مش سبيل للخلاص. لا، لما يقول أجاب يسوع الحق أقول لك في إنجيل يوحنا الإصحاح 3 العدد 5، يحكي مع نيقوديموس يقول له لا يمكن أن يدخل أحد ملكوت الله إلا إذا ولد من الماء والروح. فالمولود من الجسد هو جسد، والمولود من الروح هو روح. فلا تتعجب إذا قلت لك إنكم بحاجة إلى الولادة من جديد. شو هي الولادة؟ هي الولادة الروحية، يعني الروح الإنسان المنفصل عن الله من خلال المسيح ترجع ترتبط مع الله ويحيا هذا الإنسان من جديد، نسميها الولادة الجديدة. يكمل إلى آخره، يحكي عن موته وصلبه، لأن من خلال هذا الشيء اللي عمل المسيح فراح يرجع الإنسان الله، ترجع روحه بعد ما انفصل. أكتفي بهذا تمام. أشكر حضرتك يا أستاذ مارفن، يعني حوار ممتاز، ربنا يعزك ويبارك في حضرتك. شكرا يا أستاذة نهى. بارك الله فيك أخي. في النهاية بتوجه بالشكر لطرفي المناظرة، الأستاذ إسلام والأستاذ مارفن، على احترامهم لقواعد المناظرة، وبترك المايك للشيخ رضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشكر الأستاذة الكريمة نهى السيد على هذه الإدارة الطيبة للمناظرة، وبشكر طرفي المناظرة الأستاذ إسلام الفيومي والأستاذ مارفن بيتر على هذه المناظرة الهادئة الجميلة. أسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن ينفع بهما. أستاذ إسلام وأستاذ مارفن، في أسئلة تحبوا تاخدوا أسئلة من المتابعين؟ نعم ماشي تمام. أستاذ مارفن تمام. طيب، هنزل رابط المناظرة، رابط الستريم للإخوة اللي عندهم أسئلة لكلا المتناظرين، على إن إحنا هناخد سؤال وكل واحد ليه سؤال واحد فقط. كل ضيف من اللي هيكونوا معانا على الستريم هيسأل سؤال واحد فقط، وإن كان ليه تعقيب فيما لا يزيد عن 3 دقائق على المناظرة هنسمعه. تمام؟ لكن بقى مواضيع وأسئلة واثنين وثلاثة وكده، يعني إيه، لا نريد هذا، يعني حتى لا تتشعب مننا المواضيع بإذن الله تبارك وتعالى. فنستقبل إن شاء الله الإخوة الكرام معنا. مرحبا أخونا الكريم عادل الحج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا كنت أصل الأستاذ مارفن كان بيرد على الأستاذ إسلام بيقول له المسيح مش محتاج حد بريء عشان يضحي محله. طيب ما نفس السؤال، الله سبحانه وتعالى لو اعتبرنا ومشينا على هذا المنهاج مش محتاج يبذل ابنه الوحيد وضحي بيه عشان خاطر حد. نفيته على ان حد يتمثل في صورة المسيح ويفديه، كمان الله سبحانه وتعالى لا يفدي ابنه. وشكرا.
جزاك الله خيرا. تفضل يا أستاذ مارفن. تمام. أنا ذكرت في كلامي إنه الله لا يريد هلاك الإنسان، بل يريد خلاصه. طريق الخلاص هذا هو في المسيح فقط، لأن يا إما الإنسان في حلين، يا إما الإنسان يهلك للأبد، يهلك يعني ينفصل عن الله إلى الأبد في الظلمة الأبدية، أو الله يقدم الحل له إنه يرجعوا له. فهذا الحل هو السيد المسيح. الذبائح الحيوانية ما كفت هذا الشيء، لأنها كانت ذبائح وقتية وذبائح خارجية وليست روحية. لأن المسيح إنه بخلاصه يولد الإنسان من جديد، يعطيه روح جديدة، يرجعه للخالق من جديد. لذلك السيد المسيح موته مهم جدا، علشان يرجع الإنسان يرتبط مع الخالق ويرجع للملكوت اللي كان آدم أصلا فيها وانفصل عنه. هي إجابتي باختصار. طيب مشكور يا أستاذ مارفن. في تعقيب يا أستاذ عادل؟ أخونا عادل. أخونا عادل. ايوه عندي استاذ. صوت. تمام. هو التعقيب هو هل انت مقتنع بهذا الكلام؟ لانه الله سبحانه وتعالى بكلمه واحده خلص البشريه اللي هي المغفره، يغفر له دون ان يحتاج لهذا كله بس. فهذا غير مقنع اطلاقا يعني. تمام، شكرا. حتى عقليا. وشكرا. شكرا. أخونا أستاذ أنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. تحياتي للأستاذ إسلام والشيخ رضا وكل الإخوة وأستاذ مارفن. الأستاذ إسلام سأل حضرتك في نص المناظرة سؤال أنا كنت منتظر إجابته، يعني لأن ده محيرني جدا بقاله كتير. هو سأل حضرتك هل يكون الله متناقض أو يخالف صفاته؟ سوري، هذا سؤالك يعني؟ هو ده نفسه سؤالي. يعني هل يكون الله محدود غير محدود، يعلم يجهل، عظيم غير عظيم، يعني بشري وفي نفس الوقت إله، يقدر ولا يقدر؟ يعني التناقضات العقلية المعروفة. هل يكون الله متناقض أو يناقض صفاته، يناقض نفسه؟ مش متناقض. الله كامل وسرمدي وغير فاني. فلما السيد المسيح، ايوه، ما هو كامل تمام، انا معاك. هل يكون كامل ناقص في نفس الوقت؟ لا، السيد المسيح عاش كإنسان محدود. كان مش انه يعني الله تحول، ترك الكون فصار في صورة إنسان. لا، الله بقى الله. المسيح هو الإظهار لطبيعة هذا الإله. لكن المسيح ما كانش إله كامل، عاش كإنسان. يعني الإنسان ما بيقدر لا إله يعني إله. المسيح ما كانش إله كامل في إنسانيته. ما بيقدر أصلا يكمل الألوهية كلها، لأن الألوهية ما بتحد في إنسان. يعني هو أظهر ما كانش إنسان، يعني كان إنسان لكن مش إله كامل. كان إنسان كامل 100%. لا، وفي هذا الإنسان ظهرت الطبيعة الإلهية اللي غير محدودة. بس جزء من الطبيعة الإلهية، لكن مش الطبيعة الإلهية كلها يعني. أكيد ما بيقدر. يعني الإنسان ما بيقدر إنه يعني يظهر الله كل اللي هو اللا محدود أصلا، يظهر في جسد محدود. حضرتك كلامك عقلاني جدا، وده اللي أنا بقوله، إن ما ينفيش إزاي يكون لا محدود في محدود. فده فعلا ما ينفعش يكون الألوهية داخل اللي هو ملء اللاهوت داخل جسم بشري، يعني ده مستحيل. فبس برضو حتى لو جزء من اللاهوت، يعني ازاي برضو الكرة الأرضية كلها ببعضها لا شيء مقابل الشمس، فما بالك
بالمجرة، فما بالك بكذا. فيعني الجسم البشري ده حاجة لا تذكر، إن هو يبقى فيه جزء من اللاهوت داخل جسم بشري برضو، حتى دي ما أعتقدش إن هي تكون. بس عموما هي فكرة الرد بتاع حضرتك، أول رد يجيني إنه فعلا ما ينفعش يكون إله كامل إنسان كامل في نفس الوقت. ده أول رد فعلا يجي لي، لأن أنا سألت مسيحيين كتير. بشكر حضرتك على الإجابة. تكرم. طيب أخونا قناة القسورة الشامي، أخونا القسورة الشامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما فيش حد هيسأل أستاذ إسلام؟ أهلا وسهلا. عمر يا عم الشيخ رضا. اتفضل أخونا القسورة. بقول ما حدش هيسأل الأستاذ إسلام؟ مش عارف والله يا عم الشيخ رضا، الحمد لله. طيب أنا أول شيء بحيي الشيخ رضا وبتشكره طبعا على هذه المناظرة، وبتشكر طرفين المناظرة، الأستاذ إسلام والأستاذ مارفن الصديق القديم. طيب بصراحة أنا عندي يعني هيك عدة تعقيبات. طبعا في عندي ملاحظة على المناظرة بأنه الأفضل أنه تكون دردشة، يعني خوض وعطي، مو أنه وقت كل واحد وقت وإلى آخره، لا دردشة أفضل. طيب هلا مارفن ذكر بأنه المسيح عليه السلام تنبأ بموته. نعم المسيح تنبأ بموته، بس هنا السؤال يا أستاذ مارفن، هل المسيح استسلم لهذا القضاء أي قضاء الله؟ لا، لم يستسلم، بدليل بأنه هو صلى بموضع جثماني وقال يا أبتاه إن أمكن أن تجيز عني هذا الكأس. بالترجمة المشتركة أن تبعد، واليسوعية أن تبعد، الحياة أن تبعد. يبعد ماذا يا أستاذ مارفن؟ يبعد الصلب. فهون السؤال، هل الله سبحانه وتعالى استجاب للمسيح؟ خلونا نشوف كلام المسيح نفسه بإنجيل يوحنا: وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي. هنا السؤال، هل الله عندكم يغير قضائه؟ الجواب نعم يغير قضاؤه. لو رحنا لأشعياء 38:1 بيقول لك في تلك الأيام مرض حزقيا للموت، هكذا يقول الرب أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش. فوجه حزقيا وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب كما فعل المسيح بموضع جثماني، وصلى إلى الرب. فصار قول الرب إلى أشعياء قائلا اذهب وقل لحزقيا هكذا يقول الرب قد سمعت صلاتك، هانذا أضيف إلى أيامك 15 سنة. هي بخصوص يا أستاذ مارفن أنه المسيح تنبأ بموته. طيب هون في سؤال يا جماعة، يعني اللي بينهي الموضوع هو أنه هل كتبت الأناجيل الأربعة مرقس لوقا يوحنا متى، هل هؤلاء الأربعة كانوا شهود على هذه الحادثة؟ يعني نحن عندنا القصة، يعني هي قصة صلب المسيح مكونة على 4 أركان أو حواميد. فنحن لو أثبتنا بأنه هؤلاء الحواميد ما كانوا موجودين انتهت القصة وانتهت التفاصيل اللي فيها. على سبيل المثال كتبت الأناجيل أنفسهم، عندك لوقا ومرقس لم يكونا من تلاميذ المسيح أصلا. هي نقطة. ثاني نقطة يا أستاذ مارفن، لا تستطيع أن تثبت لي بأنه متى كان موجود ولا يوحنا. هلا أنت ممكن تقول لي بأنه يوحنا هو نفسه يوحنا التلميذ المحبوب، وهذا الكلام غلط يا أستاذ، لأنه لو رحنا لكتاب القس فهيم عزيز في المدخل إلى العهد الجديد بيقول لك في صفحة 553 554 بيقول لك يبقى هناك سؤال، إذا من هو التلميذ الذي كان يسوع يحبه؟ هون بعدين بيقول أو بيحط لك عدة احتمالات قد يكون هو يوحنا بن زبدي، ولكن هناك صعوبات جمة أمام هذا الرأي. ثم يقول قد يكون شابا صغيرا من اورشليم ضمه الى جماعه التلاميذ، ولكن من هو؟ يجيب لا احد يعرف، لا احد يعرف. فلا تستطيع ان تثبت لي بانه يوحنا او عفوا التلميذ المحبوب هو نفسه يوحنا. طيب اذا كتبة الاناجيل ما كانوا شهود، وكونهم ما كانوا شهود فعلى اي اساس انا اقبل هذه القصه؟ وشكرا والسلام عليكم. أستاذ وهراني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل كان السؤال من الأخ يعني أنتظر يجاوب أستاذ مارفن أو أسأل سؤالي؟ أنا سؤالي هو لك حبيبنا إسلام. أولا أشكر الضيوف الاثنين أو الضيف مارفن
وأخونا إسلام يعني، ومرحبا بكم وجزاكم الله تبارك وتعالى يا خيرا أستاذ على. وهراني، الأستاذ نعم. مارفن يجاوب بس. اتفضل يا أستاذ مارفن. أوكي طبعا. نورنا يا مولانا. تمام ما في مشكلة. أنا قافل المايك وعمال أقول له جاوب وخدت بالي إن المايك مقفول. تمام. ذكر في سؤاله انه كيف تثق في اناجيل اصلا هن ما كانوا حاضرين. من نقل يا اخي، لما في بدايه انجيل لوقا يقول: ولما كان كثيرون قد اقدموا على تدوين قصه في الاحداث التي تمت بيننا، اي احداث المسيح واي الامور اللي صارت، كما سلمها الينا اولئك الذين كانوا من البدايه شهود عيان، اي التلاميذ، ثم صاروا خداما للكلمة. رأيت أنا أيضا بعدما تفحصت كل شيء من أول الأمر تفحصا دقيقا، مش تفحصا هيك السريع، لا، تفحصا دقيقا، أن أكتبها إليك مرتبة يا صاحب السمو ثاوفيلس، لتتأكد لك صحة الكلام الذي تلقيته. يعني قصة مش مختلقة، هي مش لوقا جابها من عنده ومتى راح جابها من مكان تاني ولا يوحنا ولا ما بعرف مين، لا، قصص هي يعني منقولة من التلاميذ نفسهم. فهي إجابتي باختصار. طيب اتفضل يا أستاذ وهراني. مشكور يا أستاذ مارفن. اتفضل يا أستاذ وهراني. بس انا بقدر اعقب 30 ثانيه، انا اسف، بس 30 ثانيه مو اكثر، ممكن؟ اتفضل يا أستاذ. انا اسف يا استاذ وهراني، بس 30 ثانيه. اول شغله يا استاذ مارفن، انت عم تحتاج علي بمقدمه انجيل لوقا، وانا لو سالتك امام الجميع من هو ثاوفيلوس، انت حتى ما بتعرف مين هو ثاوفيلوس، ولا حتى بتعرف شو اسم ابوه للوقا. لو انا سالتك لمين هو لوقا، شو اسمه ثلاثي، انت ما بتعرف اصلا شيء عن لوقا. فعلى اي اساس عم تحتاج علي بشهاده لوقا بانه هو بحث وتدقق الى اخره؟ ما انت اصلا ما بتعرف مين لوقا يا رجل. طيب انا راح اكتفي لهون وراح اختم بقوله تعالى، قال الله تعالى: ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. المسيح وأمه كانوا معجزتين للناس يا أستاذ، وهذا الذي تنبأ عنه طفر المزامير المزمور 91. وشكرا والسلام عليكم، وآسف على الإطالة. وعليكم السلام. مشكور أستاذ مارفن. السؤال لأستاذنا الكريم الجميل البروفيسور وهراني. اتفضل يا أستاذ وهراني. إخواننا قبل أستاذ وهراني إحنا عندنا بس بعد البث ده عشان نشتم زكريا بطرس. إن شاء الله يكون شهر العسل بين الكنيسة والنظام المصري خلص يا رب، وإخواننا في الأجهزة الأمنية يبقوا عارفين إن الناس دي ملهاش حل، وإنه دول سبابين للنبي، وإنه اللي بيحصل ده كله بدعم منهم. وزكريا بطرس أول لما طلع وخلص كان بدعم من البطرك شنودة وغيره، والبطرك شنودة قال واحد بيتسائل ردوا عليه، وهي شتيمة وسب وقلة أدب. فإن شاء الله عندنا بس مش عايز حد ما يجيش بقى، تمام، وهنشغل بقى نام يا بخوم، وإن شاء الله الموضوع كبير. اتفضل يا أستاذ وهراني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا وفيك على ما تقدم، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وفي ميزان حسناتك لك ولأهلك ولذريتك. أدعو الله تبارك وتعالى جميعا ولأهل الإسلام. أرحب بالأساتذة اثنين. أستاذ مارفن ضيف عندنا، فمرحبا بك. هذه غرفتك وغرفة يعني إخوتك في الإنسانية أهل الإسلام. تسلم صديقي. وأيضا أنها غرفة ترحب بكل ضيوفنا من المسيحيين أو المخالفين أو على الأديان الأخرى، وهي غرفة دعوية. نحن نتحاور ونتجادل بالتي هي أحسن، نريدها دعوة لله تبارك وتعالى. وكما كان يقول المسيح النص المعروف، يعني حقا حقا أقول لكم الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ومسيح يسوع الذي أرسلته. سؤالي الآن وهو لحبيبي وأستاذي إسلام الفيوم.
لا بارك الله فيك. ده واقسم بالله اقل انسان فيكم. انت يا عم وهران بنتعلم من حضرتك. حبيبي انت اللي استاذنا. لا اقسم بالله، لا والله لا افهم اي شيء، اقسم بالله لا افهم اي شيء. الله يبارك يكفي فيك. انا اخونا الشيخ رضا ربنا يجازيه خير، يعني رجل بسم الله ما شاء الله علامه يعني، ومقارن اديان ممتاز. حضرتك اسطوره، انا اقل انسان اقسم بالله. لا والله العظيم انا بسيط وانا لا انا اتعلم، وشيخنا رضا يعني لا الشيخ رضا ده على فضله دماغنا من فوق. على فضله، وايضا الاخوه ما جميعا. كفايه المهم مجاملات يا جدعان، عايزين نخش في الموضوع. الله خلينا حسأل. انا سؤالي لاستاذ اسلام، لانه ذكر نقطه جيده جدا، وذكر واعلن انه مرقس حسب المعلوم الاكاديمي والعلمي وحتى عند الكليريكيه المسيحيه بكل طوائفها انه اول الاناجيل، وهذا بشهاده الكل ان مرقس ليس من ليس شاهد عيان. اما الذين جاءوا من بعده، متى الذي تدعي الكنيسه انه احد التلاميذ يكون من يقتبس من لم يكن شاهد عيان. وعلى فكرة النص الذي جاء به أستاذ مارفن على أن لوقا يستشهد ويذكر أن ما يقوم به هو عمل باجتهاد والرجوع للذين كانوا خداما للكلمة، هو لم يكن كذلك، وبالعكس هو شخصية غير معروفة، حتى أن هذا الذي سجله هو شكل رسالة لأحد الأشخاص الذي هو بين قوسين محب الإله، تيوفيليس يعني محب للإله. يعني الآن سنقع في إشكالية أن هذه الأناجيل التي جاءت متأخرة قد نقلت يا أستاذ إسلام وسرقت عمل شخصية أصلا لم تكن شاهد عيان، وهذه الشخصية أصلا مجهولة. من هو مرقس؟ ومتى سجل وكيف سجل ومن أين سجل؟ عندك بعد ذلك لوقا، وعندك بعد ذلك لوقا متى ويوحنا، الكل يرتكز. وإذا رجعنا إلى مرقس سنجد أن مرقس قصته ليست كاملة. يقول أن يسوع قد قام، وكان أول من قام يعني يشاهد عيان هي مريم، وبعد ذلك هربت. وتقول كل الكتب، الكتاب المقدس العربية المشتركة أو اليسوعية أو المبسطة كلها تقول على أن الإضافة من 9 إلى 20 من الإصحاح 16 مضافة ولا توجد في أقدم المخطوطات. السؤال الآن، إذا كانت هذه الأناجيل المجهولة الصاحب قد نقلت من إنجيل الذي هو أصلا لم يكن شاهد عيان ولا نعرف لا أصله ولا فصله، والذي أعطي لشخصية اسمها مرقس، فكيف الآن علينا أن نأخذ معتقدنا بصلب المسيح وقيامته من شهود عيان لا يعرف أصلهم من فصلهم على شكل شاهد ما شافش حاجة؟ بارك الله فيك. تفضل أخي واعتذر على لا طبعا ربنا يعز حضرتك يا استاذ وهراني. حتى حضرتك في نص مرقس 14:50 هو بيعترف الراجل ان جميع التلاميذ تركوه هرب. من هو مرقس الذي انت حضرتك قلته؟ طبعا مرقس اشكاليه كبيره جدا داخل الكتاب المقدس. طبعا لا نعرف من هو مرقس او الاسم الثنائي لمرقس ايه، بدليل لما حضرتك ان هو مرقس ولد في ليبيا، في جبال ليبيا وفي صحراء ليبيا، وكان يسكن الكهوف ولم يعاين السيد المسيح ولا مرة. ويقال إن هو كان مرة واحدة اللي هو كان طفل صغير كان حمل الجرة في عرس قانا الجليل. الحاجة إن هو مين كاتب إنجيل مرقس؟ أنا ممكن أقول لك بطرس، بدليل إن مرقس كان ينقل كلام بطرس رسائله ومواعظه، وكان مرقس يقول، وكان
مرقس يقول لبطرس يعني هو ابوه، يعني مرقس ابني. بطرس كان بيقول مرقس ابني. ويقال ان المؤرخين الاوائل ان اللي كاتب انجيل مرقس هو بطرس. الحاجه الثانيه، انجيل مرقس اتكتب سنه كام؟ طبعا كلنا نعرف ان مرقس اتولد 25 مات 25/4. في اقاويل بتقول 62 وفي اقاويل بتقول 64 واغلب الاقاويل بتقول ايه 68. على التقليد الكنسي اللي هو الارثوذكسي في مدينه الاسكندريه بيعملوا له عيد 25/4/64. طيب مرقس مات سنه 70. كتب كتابه سنه 70 سوري. الكتاب بتاع مرقس كتب من 65 الى 70، يعني اذا كتب بعد وفاه مرقس. انا بقى اللي هسال حضرتك، من هو كاتب انجيل مرقس؟ تسالني انا او تسال الضيف مارفن؟ لا ما خلاص، انا سالتك. وانا جاوبتك وبسالك. لا الاستاذ مارفن على دماغنا من فوق، ويعني بصراحه يعني انا اتمنى انا هاخد ايضا مداخله في ثواني انا كمان علشان انزل يا عم اسلام. السلام اترككم ان شاء عليكم الله. ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. حياكم الله وجزاكم الله خيرا لحظه جميعا. استاذ وهران واخونا اسلام الفيومي، الاستاذ مارفن، وكل جميع اللي في الاستوديو والاخوه والاخوات اللي في الشات. الصراحه يعني كانت مناظره رائعه. طبعا تحيه للاستاذه نهى السيد، ربنا يحفظها ويبارك فيها على اداره المناظره جميله جدا. الطرفين عمنا اسلام ربنا يحفظه، وكنت رائع والله، ربنا يبارك فيك. يلا يا شريف انت كمان فاضل لنا 5 دقايق عندنا بس. ماشي انت لسه تعملها فيا. خش يا شريف يلا. خلاص دخلنا اهو. انا بس حبيت اشكر كل المتابعين والله، وان شاء الله شكرا ليك وشكرا للي عمل لنا شاي وشكرا يا عم خلص الله يصلح ما تقلش عليا يا شيخ. طيب انا كنت عايز اسلم على الاستاذ مارفن كمان، يعني انا كمان هتسلم يا ابني خلص اهو. الله. بعمل ايه خلاص. وصل صديق. يا جدعان انا مضطهد اهو قدامكم، مضطهد مش عارف اخد تستاهل. الراجل بيقول لك اسال مش عايز تسال حبيبي. يا شريف كان اول انك تاخذ مش تاكسي هينفع اسال علشان الوقت والله، بس انا كنت عايز اشكركم بس. خلص يا عم عندنا شتايم. ماشي طب خلاص. المهم ان احنا السؤال هتبقى في حلقه ثانيه، استاذ مارفن يكون موجود معاك يا اسلام، والشيخ رضا يكون معاكم وكده. خلاص اهو خلصت اهو. عاجبك كده يا عم خالد؟ عاجبك كده يا عم خالد؟ في الاخر طلع السؤال في حلقه ثانيه. اتفضل يا عم خلي بالك استاذ مارفن، الناس دي هترتاح معاها جدا والله لو تيجي بس كده كل يوم. والله كلنا بنستفاد من اخونا وهراني ومن الشيخ رضا ومن الاستاذ الوان. يعني الاستاذ وهراني والشيخ رضا اقسم بالله كلنا بنتعلم منهم، عندهم علم بسم الله ما شاء الله عليه. سعيد يلا عشان الوقت يا اخوانا. طيب هو السلام عليكم. السلام عليكم. يا بطرس ابن الجزمه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. طيب هو سؤالي الاستاذ مارفن سريعا، كنت عايز اعرف عقوبه من لم يعمد في المسيحيه، عقوبته سريعا، دي مقدمه للسؤال بسرعه. عقوبه من لم يعمد في المسيحيه، يكون عصر المسيح ولم يعمد. تقصد هو طفل ولا هو كبير؟ شو قصدك بالمعموديه؟ لا كبير. لا كبير. الخلاص المعموديه هي مثل ما جاوبت سابقا. حضرتك عقوبه من لم يعمد ما له اي عقوبه. الخلاص هو يجي الاول، المعموديه هي حضرتك هو ما تعمدش فما خلص. مش الايه بتقول من امن واعتمد خلص؟ ما هو هي المعموديه. هي المعموديه هي التعبير عن هذا، التعبير الخارجي عن هذا الخلاص اللي تم، لكن الاساس هو الخلاص مش المعموديه. هو شرط اذا امنت انا وما اعتمدتش، هل يتم لي الخلاص او لا؟ الخلاص يتم قبل المعموديه. المعموديه هي الاعلان عن هذا الخلاص. حضرتك سؤالي لو انا امنت وما اعتمدتش يحصل لي خلاص او لا؟ صديقي انا بقول لك الخلاص ما دخلوا بالمعموديه، المعموديه اعلان عن هذا الخلاص، بس انت الخلاص تم قبل المعموديه. الايه في مرقس 16 بيقول ايه؟ من امن واعتمد. من يعني شرطين، الواو دي واو العطف حضرتك، من امن واعتمد. ومن لم يؤمن. انا بقول لك يقول ومن لم يؤمن، مش يقول ومن لم يؤمن او من لم يعتمد. من امن واعتمد خلص. من امن واعتمد خلص. من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان. حلو كده.
كمل هو عم أنا يقول بقول لك لك هي ومن الآية لم كده. يؤمن. وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة يحملون حيات. أكمل ولا إيه؟ لا استنى. لا سوري أنا بس نقطتي إنه من آمن واعتمد خلاص، ومن لم يؤمن ما يا ذكر فندم ومن لم يعتمد. يا فندم الإيمان بس هو أساس الخلاص قصدي. حلو. طيب ليه الأطفال بيعمدوا من سن 40 يوم لحد، يعني هو ما يعرفش إيمان أصلا؟ يعني في الكنيسة القبطية بيعمدوا أطفال وفي قصة تقريبا أنبا بشوي تقريبا بيقول لو الطفل حالته حرجة وسنه يوم وخايف عليه إنه هو يموت لازم يعمد قبل ما يموت. عشان طبعا ما يروحش اتفق مع هذا الامر، لان الطفل اصلا ما بيعرف شو هي المعموديه، ولازم هذا القرار الشخصي هو ياخذه. انه طيب حضرتك عندك المفروض ان الطفل او الشخص يعمد من كام سنه؟ لما يوعي على حاله، لما يعرف هو يتخذ قراره بنفسه. اما الطفل يعني هو اصلا المسيح قال دعوا الاطفال ياتون الي ولا تمنعوهم لان مثل هؤلاء ملكوت السماوات، يعني ما يحتاجوا معموديه. اللي الكنيسه بتعمله من سن 40 يوم ده خطا؟ قول لي ولا. انا ما اقدر احكم عليه خطا ولا، بس ما دخلوا بالخلاص يا او فندم انا بقول يعني انا انه بكلمك بنجاته. طيب عشان ما نجادلش كتير. طيب حضرتك هو شخص كبير خلاص، هو امن ولم يعتمد، هل ده عادي او لا؟ قول لي او لا. عادي عادي ان هو يخلص يعني. هو الخلاص مش معتمد على المعموديه. قلت لك لو انا جبت لحضرتك دلوقتي راي الانبا بشوي بيقول عكس كده، يبقى مين صح؟ يعني اسمع من كلام مين فيكم؟ الاستاذ بروتستانتي يا استاذ مش ارثوذكسي. الاستاذ كان كاثوليكي وتحول الى البروتستانتيه حاليا. طب ما هو المفروض ان عندهم يبقى من سن 8 سنين يا شيخنا؟ لا 12 سنه. 12 سنه. طب هو 12 سنه في ان هو يعني يعرف كل حاجه عن الدين ويؤمن بمزاجه؟ لا التعميد عند الارثوذكس والكاثوليك منذ الطفوله، منذ الولاده. 40 يوم نعم. للولد و80 يوم للبنت. كما يقول هنا في هذا الكتاب. بس هو اختصار انا كنت بس الكنيسه الكاثوليكيه في السؤال 255 منذ متى ولمن تمنح الكنيسه المعموديه؟ منذ يوم العنصره تمنح الكنيسه المعموديه لمن يؤمن بيسوع. امنت تعمد فتخلص. الكنيسه البروتستانتيه، لكن الكنيسه البروتستانتيه تنكر كل التقليد وهي مضادة للتقليد. هي الذي تؤمن به هو الكتاب وحده، النومينا ساكرا أو أنت بتتكلم بقى على أنت كده بتتكلم على مجمع خلدونيا سنة 451 يا أخويا وهراني، الانشقاق ولا؟ الله خيرا يا إخوان. علشان الوقت بس. هو بس على طول يا شيخنا. نكمل بعدين. عايزكم ما حدش يغير المحطة. الشيخ يا شريف تبث البث ده عندك ان شاء الله. يا ريت. طيب نكمل السؤال هناك. بس كنت عايز اسال هل المريم السيده مريم يا جماعه علشان الشيخ وراه بس النهارده دلوقتي. ماشي كل الموجودين يفضلوا زي ما هم. كمل يا شيخ سعيد فكرتك. كنت سؤالي بس ان اذا كان من اعتمد من امن واعتمد خلص. طب السيده مريم يعني حتى فرضا لو امنت بالمسيح فهي لم تعمد، فهل هي كده خلصت ولا هي في بحيره الكبريت ولا ايه بالظبط؟ ده كان مغزى سؤالي يعني. وشكرا. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم اخواننا. ان شاء الله عندنا بث يعني نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ومشاركة في جهود السوشيال ميديا مع الإعلام المصري في فضح هذا القمص الشاذ البسكليتة المدعو زكريا بطرس عليه لعائن الله المتتابعة. هنقفل هنا ونبدأ بثنا الثاني إن شاء الله مباشرة. جزاكم الله خيرا. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، دعمونا عبر وسائل الدعم المختلفة في القناة. شكر الله لكم. وهذا محبكم رضا ابن محمد رضا القيلة بعد شكره الموصول للأستاذ إسلام الفيومي والأستاذ مارفن على هذه المناظرة ومديرة المناظرة الأستاذ نوى السيد. يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.